نلعب بدل فين في اسكندرية؟ الجواب بقى هتاخدوه من الفيديو ده النهاردة. بصراحة ده من احسن الاماكن اللي انا رحت العب فيها بدل انا وصحابي، بجد استمتعنا جدا. اول حاجة طبعا نظافة الملاعب والناس هناك ناس كويسين جدا جدا، وبجد مهتمين بكل حاجة بكل تفصيلة في المكان. يعني بصراحة المكان حلو قوي قوي. وعايزه اقول لكم ان احنا استمتعنا جدا بلعب البدل. يعني في ناس كتير بقى يعني غير كده هم مش عارفين اهميه لعب البدل. بجد البدل ده حاجه مهمه جدا جدا، ان احنا نروح مثلا نفك يوم كده احنا وصحابنا ونروح نلعب، حتى لو منعرفش نلعب بدل بس روحوا بجد استمتعوا. المكان هناك زي ما انتم شايفين كده كبير جدا وحلو، وبصراحه انا بستمتع اكتر ما بروح بالليل. بس يعني خدوا الميعاد بتاع اللي هو الساعه 6، من بعد 6 كده حلو قوي. هناك بقى في غرفة يعني تغيروا لبسكم هناك، وفي طبعا مية ساقعة بقى متلجة لان انتوا هتحتاجوا الموضوع ده جدا. والملاعب هناك شكلها حلو ونضيفة جدا، وفي هناك 3 ملاعب. احنا دايما بنلعب في الملعب اللي احنا ندخل فيه دلوقتي ده. وعايزه اقول لكم ان اسم المكان هناك اسمه بادل سكوير. وطبعا لو حد عايز اللوكيشن بتاعه او البيج بتاعته يقولي في كومنتس وانا ممكن ابعت له دلوقتي. يعني البيج بتاعتهم اسمها ايه على الفيسبوك، وكمان اللوكيشن بتاع المكان. زي ما انتم شايفين كده الملاعب حلوة، وفي هناك اصلا تمرينات اطفال وكبار، الناس بتتمرن بدل. الموضوع ده ما بقوش يعني مش من فترة ان هو منتشر الناس تلعب بدل، بس بصراحة يعني حاجة بجد. يعني كل ويك اند كده ورحتوا تلعبوا انتوا وصحابكوا هتستمتعوا جدا. هنا بقى في كراسي وترابيزات تقدروا بقى تحطوا عليها الشنط بتاعتكم قدامكم قدام عينيكم موبايلاتكم كل الكلام ده. الامان هناك عالي قوي قوي. وهنا بقى بصراحة كان يوم عيد ميلادي، هو مش كان نفس اليوم بس بعدها صحابي بصراحة عملوا لي مفاجأة جميلة جدا واحتفلوا بعيد ميلادي. والناس كمان اللي هناك ساعدتهم في الموضوع ده وخبوا التورتاية في التلاجة. يعني حاجة بصراحة لذيذة جدا، واتبسطت قوي قوي اليوم ده. وجربوا انتوا كمان تلعبوا بدل. وبصراحة هناك يعني المكان جميل جدا جدا، والمكان في أبيس عند كوبري ابيس كده عند شركة العلا ده كده اللوكيشن بتاعه. وبرضو هبعت لكم اللوكيشن او احطه لكم في كومنتس تحت في الفيديو، وشوفوا الدنيا بقى هناك وتقدروا تروحوا ازاي. والاسعار بقى عشان الناس كتير قوي قوي بتسأل على الاسعار، دي اهم حاجة. اقل سعر في اسكندرية بجد، يعني تقريبا الساعة كانت عاملة 200 جنيه من بعد الساعة 6، وقبل الساعة 6 كانت 100 حاجة و20. وبس ده كان فيديو النهاردة.